جبتهم يفرشوا معايا البيت الجديد وما تخيلتش اللي حصل، وانتوا عارفين يعني ايه نقل وبهدله ونقل جديد. بس قلت طبعا انا مش هقدر على المدعكه دي لوحدي، لانها فعلا مدعكه وانا اتمرمطت. بصوا كل حاجه على بعضها، انتي مطلوب منك تفرشي دواليب و... وشتوي وصيفي وحلل ومواعين ومطبخ، ومطبخ الجنينة ومطبخ داخلي. لا لا، الموضوع مميت والله العظيم، بجد تعبت واتبهدلت، وجبت بقى ايه حبايبي دول عشان يساعدوني، وحصل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ويا ريت الدنيا خلصت، الدنيا ما بتخلص وانا خلصت. طبعا كلكم عارفين ان انا ما بتعاملش غير مع شركة الامل سيرفيس في اي حاجة تخص الترتيب البيت النظافة كده. طبعا انا ما اقدرش زي ما قلت لكم اعمل كل ده لوحدي، فطلبت بقى 3 ستات زي العسل كده اخواتي في الله عشان يساعدوني من الامل سيرفيس. تمام. ناس كتيرة قوي سألتني يا سارة انتي بتجيبي ال3 مع بعض بسعر واحد؟ لا، كل واحدة ليها حسابها اليومي. تمام. طبعا يا بنات زي ما قلت لكم، انت لما بتطلبي من شركة الامل سيرفيس واحدة بتجيلك بسعرها، لكن لو هتجيبي 2 كل واحدة وليها سعر حسابها اليومي. يعني ال3 مش بسعر واحدة، لا، كل واحدة وليها حسابها اليومي. انا بجيب 3 عشان انجز في اليوم، وعندي البيت كبير ما ينفعش واحدة بس، فبجيب 3 وانجز كمان، بس كل واحدة ليها حسابها زي التانية، ما بيتحسبوش حساب شخص واحد، عشان كانت الناس فاهمة غلط مع الشركة. تمام. زي ما انتوا شايفين طبعا المطبخ كل حاجة اتركبت ما عدا ان انا احط جواها ارص، فالموضوع كان هدى. عايزه اقول لكم انا مهما اقول لكم احساسي، انا كل ما اجي اعمل حاجه فعلا ما بتخلص. بس ما شاء الله شركه الامل سيرفيس البنات اللي بعتها لي انجزوني، فرشوا لي المطبخ وفرشوا مطبخ الجنينه. بس انا طبعا لسه المطبخ فيه اصلاحات هتتعمل لسه يوم الاحد، الكهرباء عندي بتضرب لسه هتتعمل يوم الاحد. هم هنا كانوا خلصوا خلاص المطبخ وشطبوه عليه ومطبخ الجنينه ورصينا البوفيه وبنروق كده حاجات عشوائيه. وطبعا انا كنت مركبه البراويز، واللي ركب لي البراويز نصها اتكسرت، فلسه طبعا انا مخلصتش، فقلت اخلص بقى الاوض واظبط الجنينه كده، واللي اقدر اعمله يعني عقبال ما حتى مثلا الكهرباء يجي يخلص القفله اللي بتحصل دي، لان انا عندي القفله الله اكبر بتعمل بتفرقع، فمش عارفه ليه. فالمفروض ان هو هيجي ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي فيما بعد. زي ما انتوا شايفين كده الاوض دخلوا عليها عشان نعملها وننضفها، نشيل بقى تحت السراير عشان نشيل اللبس الشتوي ونرص الصيفي في الدواليب. لا بصراحة طلعوا عينهم بصراحة، يعني افضل شركة اتعاملت معاهم شركة الامل سيرفيس يا بنات، بجد بجد يعني. الناس الموظفة اللي هناك في الشركة فاهمة هي بتعمل ايه. انجزوني قبل النقل وانجزوني بعد النقل زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. عملوا لي الاوض، انتوا هتشوفوا قبل وبعد، بصوا كده يعني. وادعوا لي ان انا اخلص على خير. يعني انا ما فيش حد بيساعدني الا هما، وطبعا حبايبي اصحاب اللي هي صاحبتيني اختيني جم وقفوا جنبي بصراحه وتعبوا معايا وتهدي حيلهم طبعا. فالاتنين دول مع شركه الامل سيرفيس طلع عينيهم، وطبعا بيت كامل بيتنقل يعني وما ادراكوا. الموضوع مرهق جدا زي ما انتم شايفين، البطاطين واللحافه والحاجه، وده مطبخ الجنينه هنا كانوا خلصوه روقوه فرشوه. نيجي بقى للهدوم، احنا هنا كانت اخر حاجه الهدوم دي اللي قطمت وسطنا بقى، شتوي وصيفي وبطاطين والحفا. لا لا، الموضوع موضوع متعب. عايزه اقول لكم شركه الامل سيرفيس يا جماعه بتجيب عمالة باليومية، يعني إقامة دايمة. يعني مثلا لو عايزة حد يبقى معاكي بالشهر إقامة دايمة موجود، وفي كمان باليوم. يعني أنا كنت الفترة دي عقبال ما استقر وافرش جايبة بنات عمالة باليومية، وطبعا بعد ما اخلص هجيب واحدة تبقى مقيمة معايا. يعني أنا لازم تبقى حد مقيم معايا. شايفين بقى منظر الهدوم؟ شايفين المنظر بشع والله العظيم انا خلصت، والله انا يعني عارفين يعني موضوع النقل ده حاجه صعبه صعبه بجد. يعني الله يكون في عون الناس اللي بتنقل. الناس دي تعبت معايا بجد يعني. في بدايه الامر تعبوا معايا واحنا بننهيه دلوقتي تعبوا معايا وما خلصتش. يعني انتوا لكم ان تتخيلوا، انتوا هتشوفوا اخر الفيديو عملنا الاوض بس خلصنا الدور. ما شاء الله عليهم، الهدوم كلها اترصت، ومطبخ الجنينه اترص، والمطبخ تحت اترص. بصوا الاوض اتفرشت فوق خالص. هنا الاوضه الكبيره بالحمام،
ما شاء الله زي ما انتوا شايفين بقت فله وقشطه. كل حاجه بصوا عملوها زي المسطره، زي ما انتوا شايفين كده. الحمام نضيف والاوضه اتفرشت، الدواليب اتطبقت. افضل شركه هتتعاملوا معاها شركه الامل سيرفيس للعماله اليوميه وكمان العماله اللي بالشهر. لو انت عايزه حد مقيم معاكي، اجنبي، مصري، اي حد انت عايزاه هاتيه من الامل سيرفيس بجد ثقه. وادي الغرفه هي بتاعت الولاد خلصت. الأوضة التالتة دي هي بس فاضل لها الستارة، لأن الماسورة بتاعتها طلعت صغيرة، فأنا هروح بكرة أجيب لها الستارة. هجيب لها ماسورة وأركب الستارة بتاعتها. الستارة هي أنا مطلعاها رصوا بقى كل حاجة، كل حاجة بصراحة. الأوضة هنا الأوض خلصت والحمامات فوق خلصت. الدور اللي فوق كله خلص زي ما انتوا شايفين، بس ما فرشتش لسه الستاير بتاعت تحت ولا السجاد، لاني لسه الكهربائي هيخلص يوم الحد. زي ما انتوا شايفين الشاشة على السفرة بس بقى. الحاجة اترصت كده على جنب زي ما انتوا شايفين. انتوا الأول كانت كل حاجة فوق بعضها، الدنيا كده واقفة على ان الحاجة تترص مكانها، الفازات، الانتيكات، الحاجات دي. الستاير تحت تتركب، السجاد زي ما انتوا شايفين. الجنينة اللي كانت فوق بعضها خلصت، وده السجاد اللي هيتفرش تحت. بجد من افضل الشركات اللي ممكن تتعاملوا معاهم شركة الامل سيرفيس. صاحبتها طبعا ميس امل حبيبة قلبي، ناس محترمة، وهي ما بتجيبش غير ناس محترمة. بس لما تيجي تكلميها تطلبي عمالة اقامة شهرية او يومية، عرفيها بس الدنيا عندك ايه، مساحة البيت، تنظيف عميق، تنظيف عادي، الكلام ده كله، لان كل حاجة ولها سعر. زي ما قلت لك ممكن تجيبي اكتر من واحدة تنجزك. وبجد الناس دي انجزتني في وسط اللي انا فيه ده كله. انا متعطله بس بسبب الصنايعيه والعمال اللي ناقصه عندي.